ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض عشاء وغدا الاتنين مع بعض. بصوا، النهارده انا كنت معملنا عند الدكتور ورجعنا متأخر، فاحنا هنعمله بقى ايه؟ عشاء وغدا مع بعض. هنعمل ايه؟ حاجه سريعه كده. انا كنت عامله كفته وسايباها في الفريزر، طلعتها قبل ما انزل وفكت هي دوبك، هشويها بس كده على البوتاجاز ونعمل سندوتشات وحبه سلطه طحينه. خلاص. حابه اشكركم على الكومنتات الجميله بتاعتكم اللي بتديني بجد طاقه ايجابيه وتخليني ان انا اصور فيديو كل ساعه مش كل يوم. مبسوطه جدا بيكم، الناس اللي موجوده معايا في مصر وكمان خارج مصر، وحابه ان انا اقول لكم انا بحبكم جدا ومبسوطه بوجودكم معايا. تعالوا يلا نبدا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بس قبل ما اعمل اي حاجه اعملوا اللايك للفيديو. انا بصوا يعني اعتبروه طلب مني، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. خلاص، يعني هو ده الدعم بتاعكم ليا، اللايك ده، فانا مش عايزه حاجه اكتر من كده. ويا رب دايما انتوا معايا. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه سوا. بصوا، دي العجينه بتاعت الكفته اللي انا عاملاها. هي عباره عن ايه؟ عباره عن تقريبا كده كانوا كيلو لحمه مفرومه، عليهم بصلايه كبيره مبشوره. خلاص. وكمان حطيت عليها الخلطه اللي هي بتاعت الماجي اللي هي بتاعت الكفته. حطيت على كل نص كيلو بحط كيس، ومعلقه بيكنج باودر عشان تبقى هشه كده من جوه. خلاص. وايه تاني؟ وكمان كنت ضفت عليها 200 جرام ليا ضاني. بصوا، بتودي طعم الكفته في حته تانية خالص بجد. واحنا بنشويها الريحه بتاعتها اكنكم قاعدين كده في محل كبابجي بجد والله العظيم. بصوا، وبعدين فرمتها كويس، كل ده فرمته مع بعض في الكبه، وحطيت حبه اللي هو الملح والفلفل وخلصته على كده. بصوا، شايفين؟ تحس ان هي معجونه ازاي، الانسجه بتاعتها عامله ازاي، الخطوط اللي عاملاها دي تخلي الكفته متماسكه وما تفكش منك. خلاص. تعالوا بقى نشويها مع بعض. بصوا، انا هشوي هنا على الطاسه بتاعه الجريل، بحب اشوي عليها لانها ايه، مش تخينه، رقيقه شويه، فبتخلي الكفته تستوي كويس. وكمان عجبني شكلها بصراحه، شكلها حلو صح. هنحط بس حبه سمنه صغيرين، لان اصلا الكفته فيها ليه، يعني فيها دهون، فيها نسبه دهون. وهنجيب ايه؟ هنجيب معلقه، وهنا معايا طماطم مبشوره، طماطمايه وميه بصل، وايه كمان، وحبه زيت صغيرين. خلاص. بس كده. دي بقى استان ايه يعني، هنعمل كده، ناخد منها كده ونبدا ناخد حته الايه اللحمه ونبدا نحطها هنا. تمام. يعني بتديها طعم حلو وبتطري كده الكفتايه. طبعا بقى الحجم اللي انتوا ايه، اللي انتوا حابينه. انا اوقات كتير بعملها حجم صغير كده بيبقى طعمها حلو قوي وشكلها لذيذ، بس انا هنا هديها شكل ايه، شكل ستيك كده بالشكل ده. شايفين شكلها؟ برضو هرجع اعمل كده، اخد حبه من الخلطه اللي انا عاملاها دي، واخد قطعه من اللحمه، وهبدا ان انا ايه، اشكلها على المعلقه بالشكل ده. اهو. انا هجيب الكاميرا هنا اقربها واوريكم دلوقتي شكلها في الطاسه عامله ازاي. انا عندي جريل، ممكن اعملها على الجريل على فكره، بس زي ما قلت لكم انا بحب شكل الطاسه دي، وكمان هي رقيقه. الشكل معايا بسهوله ازاي. قولوا لي بقى اللي هيشوف الفيديو ويكمل معايا يقول هو بيشوفني منين، من اي بلد، او يعني لو من جنبنا. انا من المنصوره، مين اللي بيشوفني من هنا من المنصوره؟ او اي حد بيتفرج عليا وبيشوفني يقول لي هو بيتفرج عليا منين. طبعا كل ما بتعجنوا الكفته وبتسيبوها في التلاجة فتره طويله بتبقى احسن، لانها بتخمر كده وتخلي الكفته متماسكه ما بتفكش. بصوا، انا بشكلها كده، وبتاخدي بقى الصباع ده كده تعملها زي شكل كده. شايفين شكلها؟ انا مش عارفه والله، بفكر اكل ولا ما اكلش. ممكن اكل نص سندوتش كده، بس انا بحب احمره في الجهاز اللي هو التوستر بتاع الوافل ده. هشوف لو هاكل هعمله معاكم. بصوا ده شكلها.
بصوا شايفين، تحس ان هي عجينه. اغسل ايدي بس واجيلكم. شايفين شكلها؟ هقلبها دلوقتي بقى ونشوف ايه اتحمرت ولا ايه اللي حصل. هي بس منزله السوائل بقى اللي فيها دلوقتي وهتستوي كلها مع بعضها. هنسيبها بس شويه كده وبعد كده نقلبها تاني. بس اعمل لكم شاي بالفراوله معايا. هعمل شاي بالفراوله. انا ما بحبش الشاي، بس الشاي بالفراوله خلاني احبه. الكفته خلاص قربت تستوي اهي. عايزه اقول لكم الريحه تجنن بجد. تسلم ايديا، تسلم ايديا ويسلم عيونكم اللي بيشوفوني وبيشوفوا وصفاتي. كده انا خلصت الكفته، استوت وبقت زي الفل. تعالوا هنجيب بقى رشه بقدونس كده هنحطها تحت، وبعد كده هنطلع الكفته ونعمل بقى الطحينه. نرش بس حبه بقدونس كده على الوش كمان. طبعا ده الاساسي بتاع الكفته. ايه رايكم؟ حلوه تحفه بجد. زي ما قلت لكم تسلم ايدي وتسلم عيونكم اللي بتشوفني وبتتفرج على وصفاتي الجميله دي. ولا انتوا شايفين ايه؟ طبق الكفته جاهز اهو. يلا بقى نعمل طحينه. انا عملت الشاي اهو، بس هسيبه يبرد شويه. زي ما قلت لكم شاي الفراوله ده حلو قوي. انا حبيت الشاي عشان وانا عملت الطحينه. وهقطع هنا خيار وطماطم كده، وبعدين نعمل بقى السندوتشات. وخلصنا. يعتبر اسرع عشاء يعني كده. لما بتكون الحاجه جاهزه في الفريزر بيبقى الموضوع بسيط. خلاص تعالوا بقى شوفوا كده معايا. طب ايه رايكم لما نطلع الخيار المخلي اللي احنا كنا عاملينه سوا؟ تعالوا نطلع حبه. على فكره طلعت منه يوميها، كلنا منه. شايفين لونه بقى؟ وانا حطيته في التلاجة علشان ما يتهراش، لان الجو حر قوي. شايفين خيار تحفه ومقرمش وجميل قوي. شايفين الكفته مستويه. شايفين من جوه حلوه قوي ومتماسكه وجميله جدا ازاي. ودي سلطه الطحينه اهي، طبق السلطه والشاي بتاعي. اهم من في الموضوع الشاي بتاعي. عيش كيلو عادي خالص بقى. هو مفتوح جاهز على فكره. هنحط في الكفته بالشكل ده طحينه
ممكن نحط عليه حبه بقدونس كمان. يعني دايما الواحد كده وهو بيعمل الاكل يزوقه. العين بتحب ايه؟ الحاجه الحلوه تشوفها كده جميله قبل ما تاكل. ايه رايكم؟ حلوه. هنا بقى هنعمل على قد اللي هياكل، مش هنكتر. وانا بصراحه لا، مش جالي شهيه للاكل دلوقتي بصراحه. وبعدين صعب ان انا اكل عيش فينو دلوقتي. هكمل انا بقى وارجع لكم تاني. خلصت كده السندوتشات. ايه رايكم في الشكل النهائي بتاعها بقى؟ حلوه صح؟ تسلم ايديا، تسلم ايدي، ويسلم عينيكم اللي بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي بيها. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. انا كده خلصت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تعملوا شير. ولو مش مشتركين عندي اتمنى تنوروني على قناتي، قناه مطبخ دندنه، وكمان تفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو بكره على خير. مع السلامه.